ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية عندي المشبك السوري اللي عايزة أعمله بطريقة جميلة وبسيطة، وإن شاء الله تنال الرضا والإعجاب. وإذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا لنا بالاشتراك عشان تعم الفائدة. نبدأ نقول بسم الله. طبعا عندنا المكونات زي ما شايفيننا. عندنا المكون الرئيسي في المشبك، عندنا دي كده كاسة. أعمل 3 كاسات من السميد. أنا عندي السميد بتاعي ما خشن، لكن يعني افترض السميد كله ما بقى خشن بيكون معاك المشبك شكله جميل وبيديك القرمشة الحلوة الجميلة بتاعته. فطبعا هنا في البداية كبينا 3 كاسة من السميد زي ما شايفين. طبعا الكاسة دي نفس الكاسة بتاعت الموية. فعندنا هنا دي كل المكونات الجافة، وهنا عندنا حليب زي ما شايفين، وعندنا هنا خميرة الحلويات باكنج باودر، وهنا عندنا خميرة فورية. طبعا كل المكونات بندمجها مع بعض، بنكب فيها ذرة من الملح ما ننساه، وعندنا شوية من السكر برضو صبيته. بحرك المكونات كلها الجافة مع بعض. بعد ذاك بنجي بالموية بتاعتنا. حركنا المكونات الجافة كلها مع بعض زي ما شايفين. فعندنا هنا دي الكاسة الأولى من الموية، هنعمل دي الكاسة الثانية من الموية، بنحط الكاسة الثالثة ونشوف الزيادة اللي عايزينها عشان نقدر أزيدها في الخليط بتاعنا. بنحرك المكونات كلها، طبعا عايزينها تشرب تماما. دي الكاسة الثالثة. صبينا 3 كاسات تماما. بنخلي السميد بالطريقة دي، بنغطيه. بعد ذاك إذا حبينا يعني أو احتجنا لزيادة من الموية بنزيدها. يتخمر معايا، يعني هو ما حيتخمر زي العجين، لكن برضو حينتفش معاك بطريقة بسيطة كده. بعد ذاك بنبدأ نجي نشتغله. ننتقل على الشربات، نجيب حاجة نغطي بيها. فعندي هنا أي ورق بتاع بلاستيك أو استرتش عندك نغطي بيه العجين بتاعنا. طيب غطينا معانا العجين بتاعنا او السميد بتاعنا بتاع الحلا. بنخليه زي 20 دقيقة يتشرب كويس. بعد ذاك بنرجع لكم ونمشي نعمل الشيرية تحت طيب هنا زي ما شايفين عندنا حلة خطيناها في النار، وعايزة اخد فيها 3 كاسات من السكر عشان اعمل الشيرة بتاعتنا. هنا ده 3 كاسات. بعد ذاك بنجيب الموية بنعمل 1.5 كاسة من الموية. إذا عايزاها مسكرة خالص ممكن تعملي 1.5 كاسة. إذا ما عايزاها مسكرة ممكن تعملي 2 كاستين، لكن عشان تكون معانا تقيلة هنا عايزينها تكون تقيلة شوية. نفتح فيها النار بتاعتنا
نبدأ نحركها. نحرك السكر بتاعنا قبل ما يغلي. اذا عندك ملح ليمون ممكن تعمل له ملح ليمون، اذا ما عندك ملح ليمون ممكن تعمل له نص بتاع ليمونه، وتخليه زي 10 دقايق في النار كده يغلي مع بعض السكر لحد ما تبقى معاك الشيرية مظبوطة. بعد ذاك تنزليها ونبدأ نشتغل في المشبك بتاعنا. خليه كده ونرجع نجيب الليمونة ونيجي نحطها. طيب حطينا الليمونة بتاعتنا، نبدأ نحرك فيه. بعد ده نخليه لحد ما يقعد معانا، وبعد ذاك ان شاء الله هننزله. طيب الشيرية بتاعتنا خلصت زي ما شايفينها. بعد ده نشوف اي كورة نكبها فيها عشان نبدأ نشتغل في المشبك. نجيب العجين بتاعنا او السميد بتاعنا زي ما شايفين بتاع المشبك، تفاعل وارتفع. بعد ذاك اذا محتاجين لشوية من الموية ممكن ندي شوية، لانه شايفاه تقيل. انا عايز حاجة بسيطة. تاني بتخليه شوية لحد ما نحط الزيت. ده الكيس بتاعنا حطيناه هنا، وهنا عندنا العجين. طبعا خطيت القمع اللي بشتغل بيه بالكمية اللي عايزاه، وعلى كوباية كبيرة عشان ما افتح مرتين كده. بس معليش السميد طلع ناعم ما عندي خشن، لكن ان شاء الله مرة تانية اعمل لكم الخشن. رمضان جايينا والحلويات بتكتر معانا ان شاء الله. طبعا ده الكيس بتاعنا زي ما شايفينه. فانا ما عندي البتاع الصغير بشتغل بيه كده زي ما شايفينه. طيب هنا عندنا الزيت بتاعنا زي ما شايفينه سخن. بننزل المشبك بالطريقة دي. طبعا دايما الاولى بتطلع معانا حلوة. طبعا ده المشبك بتاعنا زي ما شايفينه. المرة الأولى عملته لكن القمع جاني السن واسعة، لكن دي سن رفيعة اشتغلنا بيها. هنا عندنا السكر بتاعنا
أشربه فيه. بعد ما يتشرب أشيله أحطه في أطلعه هنا عشان ما عايزاه يتشرب كتير. يلا نبدأ نشتغل الثاني زي ما شايفين هذا الشكل بتاعه، ويلا نستمر في الباقي إن شاء الله. طيب خلصنا المشبك بتاعنا زي ما شايفينه ما شاء الله الشكل جميل، وإن شاء الله يكون نال الرضا والإعجاب. وإذا عجبكم الفيديو طبعا مقرمش وحاجة جميلة شديد، وإذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا لنا باللايك والاشتراك ودعم القناة عشان تعم الفائدة والجميع يستفيد، وشكرا لكم.